بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صراحة مش عارف كيف أبدأ هذا الدرس. معي قصة من السودان، قصة ما شاء الله تبارك الله، هي يعني مطولة مفصلة، وستكون هناك قصص مفصلة طويلة لبعض الإخوة والأخوات. الله يجزيهم الخير وبارك الله فيهم، والحمد لله رب العالمين أنهم وجدوا ضالتهم. بقول لجماعتنا في الداخل الفلسطيني بدأت العنصرية تتفشى بشكل رهيب من فاهمين، وستذكرون ما أقول لكم إنها الذنوب التي نقترفها بالليل والنهار حولها الله علينا إلى هذا الضعف وهذا الهوان وهذا قلة الحيلة التي نعيشها وقلة الإرادة وما في ولا شيء. إنها الذنوب التي أصابت المسلمين إن كانوا في الداخل أو في الخارج، الذين لا يملكون ولا أي حتى ولا أي قرار. كبلتهم الذنوب، كبلتنا ذنوبا. ستذكرون إن الله جل جلاله لن يرفع عنا ما نحن فيه حتى نلزم الاستغفار بتوبة صادقة. توبة صادقة. الناس بتفكر إنه إحنا نزيد العبادات، نضيف قيام ليل، نضيف قراءة قرآن، ختمات، ذكر، تسبيح، تهليل دون الانتهاء. يظن لن تنفعك النوافل دون الانتهاء عن الذنوب والإصرار عليها، ويزداد الهم هما. والله يا جماعة ستذكرون ما أقول لكم عندما يفتح الله عليك وتلزم الاستغفار وتتوب إلى الله من هذه الذنوب بعد المجادلة العقيمة التي جادلتنا عنها، وسترى عجبا من فضل الله عليك وتقول وين كنت أنا؟ يا ليتني سمعت هذا الكلام من زمان، يا ليتني سمعت هذا الكلام. هذا الكلام خلاصة سنين، هذا كلامي الذي أقوله بفضل الله خلاصة كلام سنين. لقد بلغنا من الكبر عتية كيف بقولوها، كما قالها سيدنا زكريا. يعني مرينا في مراحل كثيرة وفضل الله علينا كبير، لكن يعني ابتلينا وعوقبنا، فعرفنا اننا لسنا تحت عقاب ولكننا تحت عذاب. فكلما يصيبنا وكلما سيصيبنا ونحن قوما الظاهر لا نفهم الا بالقوة، عندما يشد الله علينا ونعذبهم العذاب الأدنى دون الأكبر لعلهم يرجعون. فكلما يعني من كان عنده متنفس يتنفس به بعيدا عن طاعة الله، فهو يعني هذا هو الوبال الذي عليه، هذا هو يعني الطامة الكبرى. هناك ناس يعني تعزو الأمر إنه ما فيش عنا تمثيل في البرلمان الإسرائيلي على سبيل المثال، يعني تمثيل قوي، لكنه لا يعرف أن يد الله تعمل. والله جل جلاله هو الذي يعاقب وهو الذي يرفع وهو الذي يعز وهو الذي يدل، فيعز أولياءه ويذل الضالين المضلين من أمة الإسلام. نعم، عندنا ضالين وعندنا مضلين من أمة الإسلام. نعم، الطامة الكبرى إننا نظن إننا مهتدون ونحسن صنعا، هكذا نظن إننا على هذا الأمر. لكن إن شاء الله بعد أن تتوب إلى الله وتلزم الاستغفار ستعرف إنك كنت في ضلال مبين، وتقول يا ليتني سمعت هذا الكلام من زمان. الزموا الاستغفار يا إخوتي، من نسمع هذا الكلام فليلزم الاستغفار. سيغير الله لنا، نحن نستغفر والله يبدل، نحن نستغفر والله يقلب الموازين بفضل الله. الله جل جلاله سيبدل ويغير بفضل الله. نعم، نحن نتوب حتى يعني كيف بقولوها نستاهل التمكين، نتوب من الذنوب. نعم، كل ذنوب، تأخير صلاة، كلام، غيبة، نميمة، حقد، حسد. نعم، هناك عندك الاستغفار الذي فيه لا تحتاج لأي إنسان على وجه الأرض، من باب إنه احنا نتعايش مع بعض. نعم، إنه ننفع بعضنا البعض. نعم، لكن بالاستغفار الله سيكفيك كل ما أهمك، كل شيء تريده. وسورة البقرة هي يعني تعرفك على الله بفضل الله.
ما بين الاستغفار سورة البقرة معرفة الله دنيا وآخرة. لا أريد، القصة طويلة ولا أريد أن أتجاوز 35 دقيقة، فأقول لكم كل الشد اللي بصير علينا هو بذنوبنا. نعم، الله يسلط علينا بذنوبنا كل شيء، ديون، هموم، كروب، أعداء، حتى صديق يسلطه عليك حتى تتوب. القصة طويلة لا أريد أن أتجاوز، لكن ديروا بالكم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو الله عن كثير ونعفو عن كثير. الله يعفو عن كثير ونحن لا نفهم الدرس، ولا زلنا نحارب الاستغفار سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستاذ سيما، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا مستغفر إبراهيم محمد مطر آدم من السودان. قبل ندخل المدخل بتاع الأستاذ محمد حجازي المعجزة، قبل ندخل المدخل بتاع أستاذ محمد حجازي، أنا شهر 12/2024 لحد رمضان، يوم 13 رمضان، في الفترة من شهر 12 2024 لحد شهر 3 رمضان 13 رمضان، حصل لي تغيير كامل في نفسي. قبل نشوف لأستاذ محمد حجازي بقيت أقرأ كتير، أقيم قيام الليل كتير، وأكثر من أنا قيام الليل بقرأ أكثر من 25 سورة 25 سورة، يعني تبدأ من ياسين لحد الناس، بالإضافة كل الأذكار، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، وبعد ذاك يا لطيف، استغفر الله، كل الأوراد. في النهاية ربنا سبحانه وتعالى ساقني بطريقة دي من شهر 12 لحد شهر 3 توالي، جابني وقفني في سختين، يعني في صلاة على النبي والاستغفار. وبعد ذاك بعد وقفني لحد شهر 3 يوم 13 رمضان، داير أمشي مصر. سبحان الله، ربنا سهل، أنا عملت جواز يوم واحد. بعد ذاك أنا يوم 13 14 اتحركت، مشيت مصر لحد يوم بعد انتهت قبل ينتهي رمضان للعموم، زي عقدت في مصر قبل العيد ب5 يوم، قبل العيد ب5 يوم على العموم. فجأة فتحت يوتيوب، دخلت فتحت كده بس، أستاذ أحمد حجازي قابلتني، والله أنا ما أعرف ذاتها، قابلتني توالي. خلاص، شغلت اليوتيوب، سميت استغفار بتاع أستاذ محمد حجازي 30,000 وسورة البقرة. خلاص، أنا من ذلك الوقت نفس اليوم أستاذ محمد حجازي قال 30,000، أنا عملت 45. اسمع يا أستاذة، عملت 45,000 ده في نفس اليوم. يوم الثاني عملت 55. طيب بعد يوم الثاني عملت 55، جاني حلم قال لي توالي سورة البقرة، نفس سورة البقرة سميته في أستاذ أحمد حجازي، قال لي ربنا سورة البقرة. ده يوم الثاني. يوم الثالث، اليوم الثاني خلاص، بعد قال لي سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى. مشيت المسجد قبل صلاة المغرب، قبل الأذان ب5 دقائق، مشيت أذان، مشيت بدأت نقرأ سورة البقرة، الصفحة الأول، الصفحة الثانية، أذان جا خشت، بدأ الأذان، خلاص أنا نسمع الصوت في القرآن الكريم، يعني نسمع الصوت، يعني يبدأ يمين مسكت الصوت، أول مرة يعمل لي القرآن دي نفس الحركة دي، يعني نسمع الصوت، الله أكبر، لا نسمع الصوت كلام ده. أنا قلت له الكتاب ده اللي ماله بسورة دي، قبل كده ما قاعد يعمل لي الصوت.
من اليمين يد اليمين وديت اليد الشمال نفس الحركة. طيب بعد شوية تاني راسي ده وسط الراس سميت حركة ما يعجبني. أنا قلت القرآن دي الليلة في حاجة، خليته ووقفت القراية بس قريت ورقتين وشميت الحركة دي وقفت القرآن خليته. سلينا المغرب رجعت البيت. أستاذ شيماء بعد رجعت البيت بقي عشاء سليته ونمت، أنا لقيت نفسي محاط بأسهار شياطين أنا ما أعرف، لكن سريري ده لقيته يعني نفسي كلها محاط ب يعني ديدان قريبة شد، يعني ديدان بكمية في نفسي في سريري في بطانيتي. أنا قلت سبحان الله سبحان الله، ده شنو الليلة كمان. خلاص بعد شوية خلاص الجو هدأت نفسي. يوم الثاني انا خلاص يعني يوم الثاني طوالي انا قريته البقره دي كامله. اليوم الثاني بقى كملته كامله طوالي. الاسهار ولا الشياطين ما اعرف الشغله دي خفضت. يوم الثاني خفضت مره واحد. انا من ذلك الوقت بقيت نقرا في نفس شفتها. يوم الثالث كملت القران. يوم الثالث قريت 4 مرات. يوم الثالث قريت 4 مرات. يوم الرابع أنا من يوم الثالث أنا متواصل 4 مرات لهن كملت أكثر من شهرين أو شهر ونص. يعني 4 مرات و4 مرات. ويوم الثالث عملت 66,000. يعني أنا في فترة بتوجدي في مصر يعني 66 55 41 33 37 لهن أنا بنفس المستوى ما نزلت أصلا إلى ما خلاص الأيام انتهت في مصر وراجع السودان. طيب راجع السودان هنا الفترة بتاع وجودي في مصر يعني شفت قصص غريبة. يعني أنا كان أيام مشيت وقت مشيت المستشفى وعندي عملية صغير. الدكتور قال لي تعمل عملية وقلت له أنا نعمل عملية. خلاص قال لي بعد العيد ولا قبل العيد؟ قال لي نعمل عملية بعد العيد. حدث يعني كلام غريب جدا. بعد العيد خلاص قلت له فلوسي بسيط بنكمل الفلوس نرتب حالي نجي نعمل العملية. خلاص مشيت وأنا مستغفر ومواصل في القرآن. زمان كان في وجع في كرعين وحرارة شديدة. في خلال بعد العيد الرمضان 5 يوم اللي هن يجوا الاستاف المستشفى ونرجع نشوف الدكتور عشان نخش العملية. خلاص الوجع انتهت أستاذ. أنا قلت خلاص تعالجت أنا برجع بلدي كده نمشي نخبر الدكتور بعد ذاك نرجع. مشيت يوم قلت له دكتور أنا بقيت كويس. قال لي بقيت كويس كيف؟ قال لي أنا قلت له أنا بستغفر كتير ولقيت نفسي خلاص أنا ما عيان. خلاص الدكتور قال لي كده نشوفه. شاف الموضع العملية قال لي لا خلاص الحرارة ما في لكن تجي نعمل لك العملية. طيب رجعت البيت يوم الثاني جيت خلاص. بعد جيت العملية يعني أنا في العملية ما سميت الوجع يا أستاذة شيماء، ما سميت وجع نهائيا. الحمد لله عملت العملية. وبعد عملت العملية فتوحات وخيرات كثيرة جدا جدا. القصة الكبيرة وين؟ القصة الكبيرة خلاص عملية نجحت وبقيت كويس. أنا راجع السودان. أنا هنا متحركين 37 أو 36 بس مواطنين. حرب جزء في بلدنا طبعا في حرب، رجعوا فاتوا قرض فاتوا مصر وراجعين. هنا كانت 37 بس. جينا المعبر 37 جينا المعبر وجوازك فتشونا وصحوا جوازاتنا ودخلنا بلدنا. طبعا يعني بعد في المعبر خلاص قال لي تاخذ 5 ساعات بعد ذاك تتحرك وتخش جوا. في اثناء في اثناء المعبر رجعنا نحن قاعدين في مقاهي يعني محل الشاهي نشرب شاي. في ست عندها طفل عمرها 1.5 شهر. طفل عمرها 1.5 شهر وست معانا ومحل الشاي بيشربوا مسافرة معانا ماشي جوا السودان خرطوم. خلاص الصغير ده بكي شديد أستاذ شيماء، بكي أكثر من نص ساعة.
الناس داخل الموقع الشاهي كلهم سكتوا قاعدين ساكت. ربنا قال لي ما تتكلم انت. قلت له يا ام عيال يا ستنا الصغير ماله، الطفل الصغير ده ماله بكي زي ده؟ قال لي يا اخوي، طبعا باللهجه السودانيه، قال لي يا اخوي الطفل ده انا من يوم اللي ولدته اكثر من شهر ونص بس عنده حساسيه في خصيتين بتاعه. لازم السنة عنده حساسيه في خصيتين بتاعه. ومشينا كانت نحن قاعدين في مصر وفتشنا الدكاتره ده كله اقنعونا، قال لي لبنك ده لبن الام لبنك ده بعمل له حساسيه. قاموا خروا لنا لبن النيدو والمويه عاديه مويه صافيه. انا قلت له سبحان الله، بس ربنا شوالي ذكرني قال لي النازل، قال لي انا عاقبتم. اسمه استاذ شيماء، النازل انا عاقبتم، هم اخطوا علي، انا عاقبتم عن طريق شنو؟ الطفل الصغير ده. طوال النبع جاني في راسي. قلت له سبحان الله، قلت له يا ست الطفل ده عيان وانتم ما لقيتوا علاج، وانا مشيت انا شخصيا مشيت في مصر لقيت العلاج الراجع، وانتم مشيتوا مصر ما لقيتوا علاج؟ قال لي والله انا ما محل كده عاسي ما قاهره، فتشنا محلات كده ما اقنعونا الدكاتره، قال لي لبنك ده بس توقفوا ما تديو عشان كم تديو بيعمل له حساسيه. كويس. طوال انا في الفتره دي قلت له ابو عيالك وين؟ زوجتك وين؟ قال لي داكو نادي لي نادى وجه. قلت له يا اخي قلت له الصغير بتاعك ده ماله؟ الطفل ده ماله؟ قال لي الطفل ده ولدناه بس لبن الام بتاعه ده لبن بتاعهم بعمل له حساسيه في الخصيه بتاعه. طوال انا ربنا قال لي انت ما جايب خبر الناس دي انا عاقبتهم هم الاثنين او واحد منهم اخطا عليه، قال لي اخطا علي انا عاقبتم عن طريق الطفل. انا قلت له لا اله الا الله، قلت له انتوا السلام عليكم يا اهلي، انتوا الان قلت لهم بنفس العباره انه انتوا الان معاقبين عند الله، اخطاتوا اجرمتوا اخطاتوا عند الله. انا ما معرف انا ما بعرف واحد من الاثنين، هل ام ولا الابو؟ هم طبعا بس تبعوني طبعا جرينا الكراسي مشينا بعيدين من الناس قاعد انصحهم. قلت له انتم معاقبين، ربنا سبحانه وتعالى اخبكم، وانا شايفه والمسلمين كلنا احنا مؤاخذين، انتوا ربنا عاقبكم انتوا الاثنين عن طريق الطفل ده، وليل ونهار ما قاعد تنوموا شهر ونص، ده حاجه غريبه، وانا ناس اجانا هسه نص ساعه ما قادرين نقدم معكم. الصغير جوطه بكي شديد. بعد ذاك قلت له خلاص ربنا قال لهم انت عندك السر، عندك العلاج لازم تخبره. انا قلت له لزوجه قلت له امشي جيب لنا مويه صافيه. مشيت الزوج قلت له امشي جيب لنا مويه صافيه، فجاب مويه صافيه. قريت سوره الفاتحه والاخلاص والفلق والناس يعني معوذتين، بعد ذاك ايه الكرسي. اديتها للام الطفل، قلت له الطفل ده مجرد ما بكى تشيل المويه دي تنقد له في خشمه ده بسيط، وبعد ذاك تشيل القطنه تمسح محل الالم او محل الجريده. قلت له ده العلاج، وانتوا الاثنين تمشوا تشتروا مذبحة أو سبحة وتستغفروا. عدد كم؟ ربنا حسب التوفيق بتاعكم، يعني انتوا تستغفروا ربنا سبحانه وتعالى بعالج لكم الطفل بتاعكم ده. الاثنين الأذنب منه ما معروف، لكن الاثنين تمسكوا. أنا حسب رأيي تمسكوا الاثنين، لأن أبو مذنب أم مذنب أنا ما بعرف، لكن الاثنين تمسكوا، لأن إذا ما مسكتوا الطفل ما يتأبقى كويس، الطفل ما بيتعالج، احتمال يتوفى. طيب قلت لهم بنفس الصيغه. طبعا انهم اثنين مذبوحات فقط جابوا الصيغه وريتهم في صيغه استغفر الله. عدد كم؟ عدد قلت له انتوا يوم ما قاعدين تستغفروا او تستغفر انا ما بعرف حسب امكانيته، لكن لازم تمشوا من 30 وفوق. قلت لهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان في كل جلسه كان بيستغفر. ابو هريره كان 13,000 على العموم، حسب نيتكم حسب ربنا توفيق وفقاكم ده 2000 3 4، لكن لازم ما تفكوا هذه الاستغفار نهائيا. حكيت لهم نفس الكلام ووريتهم ممنوعات. اي يوم ربنا الرسول قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه اي حاجه الرسول قال لكم لا ده تفكوها، وقال لكم شغل عملوا تعملوا، ده بالتحذير.
وريتكم الثقة، وريتكم العدد، وريتكم التحذير، وريتكم حتى الهجوم في من الشياطين. طبعا استمعت أنا خلال 3 يوم بس كلام الأستاذ محمد حجاز، أنا وقال لي في راسي تماما. هجوم بيجيكم من الشياطين، هجوم بيجيكم تحسينات وريته. بعد ده قلت لهم لازم تصبروا. انتوا الان ربنا ابتلاكم ويخاب، بعد ابتلاكم بعد ده عاقبكم بهذا التفيل. لازم تصبروا عشان ربنا سبحانه وتعالى دايركم انتوا الاثنين. تستغفروا تفيلكم بقى كويس، وبعد ذلك تكونوا انتوا مرشدين في العالم الاسلامي، تكونوا تعالجوا الناس عن طريق الرقية للأمم. عنده ربنا سبحانه وتعالى عاوز منكم المهمة يعني. دي قصتنا لحد شنو؟ ده قصتنا بداية لحد من هدي المعبر بتاع أرجين جينا ودخلنا السودان. وفي قصص كثيرة، لكن أنا بنتقل لقصة بتاع محمد من ليبيا، كان مواصل معي، وأنا كان الجروب بتاع أستاذ محمد حجازي كان عندي، لكن في فترة كده ما عرفت تم حذفه، عشان كده كان اختفى مني. كان مواصل مع أخونا محمد من ليبيا هنا، وقصص كتير حصلت. والقصة الامبارح كلام ده يوم السبت، القصة اللي وصلها لك محمد لحد الأستاذ شمال انت ليك انت. القصة طبعا أنا صايم عاشوراء، كان يوم السبت يوم 10 صمت أنا. وبعد ذاك بالليل أنا طبعا يعني أكثر من 4 شهور قيام ليل ده، احتمال كان فاتني ذاته مرتين، بس 4 شهور ده قيام ليل أنا يوم ما خليته. قمت سلمات الصوم وفطرنا وخلاص بقى ليل، نمت وقمت قيام الليل. رجعت نمت بالليل، لقيت صباح لقيت 2 مليار فلوس، 2 مليار في بنكك بتاعي. طبعا في السودان عندنا حاجة بيقولها بنكك، فلوسك تشيلها في جوالك يعني. طبعا في كل الدول العربية الإسلامية بيختلف مسمى. أنا قلت سبحان الله، القرش ده جابوا كبوا قرش ده بكمية زي ده كبوا منه. دي كلام ده يوم الأحد. يوم الاثنين ناس البنك اتصلوا قال لهم في قروش يتحول عن طريق قطع، لازم ترجع القروش. أنا أقول له برجع عليكم. قبل ناس البنك ساب القروش هو اللي اتصل، ساب الفلوس اتصل قال لي يا أخويا والله أنا امبارح حولت القروش عن طريق قطع في جوالك. أنا قلت له صح، أنا بالليل نايم لقيت 2 مليار في جوالي، وأنا زول الحول أنا ما بعرف. وقال لي أنت اتصلت ما في مشكلة، أنا أرجع لك فلوسك. توالي أنا بعد شوية، بعد مكالمة بتاع الرجل ده صاب الفلوس، تاني ناس البنك يتصلوا قال له في قروش كده كده تحول لك. أيوة قلت له أي ترجع الفلوس. قمت رجعت الفلوس. القصة أنا شل اتضح أستاذ شيماء، القصة ما فلوس. الرجل في بداية بعد اتصل تليفونه قال لي أنا قروشي حولت لك أنت. أنا قلت له نعم. قال ترجع لي فلوسي. أنا قلت له برجع لك، ولكن أنا قال لي دعيته صاب الفلوس. قال ده قال لي يعني يا رب فلوسي ده خليه يكون في يد رجل أمين. دي كلام البداية. مجرد ما أنا أخطأت وفلوسي فات أنا قلت الكلام دي، وطوالي وطبعا بكلم معي كده. وأنا قلت له خلاص أنت قلت كده. قلت له أنا قلت له فلوسك في يد رجل أمين، إن شاء الله نفس الدعوة بتاعك ده وصلت. لكن في قصة بينه وبينك، أنت صحيح أخطأت ورسلت الفلوس عن طريق خطأ وجاني أنا قلت له فلوسك أنا رجعته لك. لكن أنا قلت له القصة أكبر من الفلوس. أنت قلت له ما بتعرفني، أنت في الولاية أنا في الولاية، أنت في السعيد أنت في الجنوب أنا في الشمال، ولاية شمالية. قلت له أنت في أمانة تستلموا مني، في أمانة ربنا عمله تستلم مني، عشان كده فلوس أنت حولت عن طريق خطأ. ده المقصد، في أمانة تستلموا مني، قروش أنت تحول عن طريق خطأ، وبعد ذلك أنا عندي أمانة نسلمك له أنت. رجل قال لي كويس بنفس الأسلوب. أنا قلت له بقى تستلم الفلوس، أمانة دي أنا نبلغك له. طيب في بداية حديثي طبعا هو بعد قال يا رب
يا ريت فلوس ده يكون في رجل امين. بعد اتصل قال كده، انا قلت له يا اخي هاي، قلت له الله كم، انا شخصيا قلت له الله كم واحد، قلت له كتابنا شنو، قال لي قرآن، قلت له نبينا شنو، قال لي محمد. خلاص قلت له المال بتاعك ده او فلوسك ده في رجل امين، قلت له ما تخاف. انا ده كلام اللي قلته. وبعد ذاك انا قلت ذكرت للرجل ده، قلت له انت في بدايه كلامك عندما قلت المال دي يا رب، المال دي خليه يكون في يد رجل امين. وانا في بدايه كلامي قلت لك يا اخينا رب، قلت له الله كم، قال لي، قلت له الله كم، قال لي واحد. نبينا منو، قال لي محمد. كتابنا منو، قال لي قرآن. دي بداية حديثي أنا معه، وهو كمان قال لي مالي ده في يد يكون شنو رجل أمين. أنا قلت له خلاص، القروشك ده محفوظ عندي أنا، قروشك أنا برجلك، فلوس أنا برجلك، بعد ذاك في أمانة أنا بسلمك له. خشينا في الحوار، الأمانة شنو؟ وأنا قلت له صحيح، الآن كالآتي، أنا عندي أمانة، دي أمانتي لله. وأستاذ شيماء أنا من مصر، دي أنا خليته مكتوبة بسيطة، من مصر، وظيفة اللي ربنا حسي مسكنه. طب أنا من مصر قاعد ببلغ، يعني ببلغ أي زول لقيته في الشارع ببلغ. الآن أي زول في الشارع لقيته ببلغ. أنا ده وظيفتي، على الشيء اللي ابتدى يعني. ده كل أنا عملت اختبار بينه وبين ربي، عملت اختبار وفشلت. ده كنا قصة نحكي لك، أنا قلت لك عندي قصص كثيرة جدا جدا، قصص كثيرة. خلاص انا هسي وظيفتي تبليغ، يعني اي زول نبلغه بسمعه. وانا حتى الان في السودان انا ناس وريتهم الثقه، كان معارض كلام ده، خلاص دير عدام نتائجهم الان شغالين يعني الحمد لله. الان وظيفتي انا تبليغ، يعني ببلغ يعني تبليغ مباشر، يعني ماشي بقرآني ببلغ، في عربيه ببلغ، في المواصلات ماشي، في اي محل ببلغ بس. وبمسكوا المسؤول المسكوا بكل جديه والنيه وصالحه، خلاص بدو الاجابه والمستمر. خلاص الرجل ده خلاص بلغته باستغفار، تمسك الاستغفار، قال لي نمسك، والله قال لي انا من اتصلت ولقيتك انت، قال لي انا خلاص، قال لي جسمي برد، جسمي كلها بردت، انا عارف قرشي ما بودر. انا قلت له خلاص تمسك الاستغفار، هذا 30,000 فوق. انا قلت له يا اخي بس في حالتين ما قلت ما تقول لي، لكن 24 ساعه اقول. قلت له انت خشع ما تقولها، والنايم ما تقولها، لكن 24 ساعه استغفر استغفر الله، بس تستغفر الله. لكن لازم تعرف من 30,000 فوق، 40 50 100,000 الله حسب النية. دي وريته. وبعد ده وريته التحسينات والشروط، وحتى نقول لك تصبر في امتحانات من الله، امتحانات من الله بيجيك. وبعد ذاك شواطئ ما بخلوق، وريته التحسينات. على العموم القبل بالكلام اللي انا قلته، ودي كان القصه من السبت ولحد الأحد. ولحد أستاذ محمد اتصل لك من ليبيا وكده، أنا بتواصل معه من هنا. كان أنا عندي رقم بتاع أستاذ محمد حجازي، وكان أعرف الموقع ده اتحسبت شايف، لكن كان مواصل معه من ليبيا بهنا. أما أنا شخصيا القصة أعوذ بالله من، أنا قصص كثيرة أستاذة، قصص كثيرة لا يعد ولا يحسب. لكن أكبر من ده شنو؟ طيب أنا قبل نلقى الأستاذ محمد حجازي، القصة الكبيرة هنا، قبل نلقى أستاذ محمد حجازي الموقع بتاعه ده يكلمني الاستغفار كده والصيغة كده وسورة البقرة كده، بقرة بعمل كده والاستغفار بعمل كده. القصة هنا بعد لقيت الحمد لله وبارك الله أستاذ محمد حجازي كمان الشغل اتوسعت، والحمد لله بارك الله فيكم. وواصل معي طبعا، أنا في السودان وبلدنا حرب وقصص كثيرة. وصحيح أنا زي ما قلت وظيفتي الآن الشيء اللي اتضح لي، أنا الآن وظيفتي مبلغ من مصر. أنا في الباص فوق تحت، ماشي بقرآني، ماشي في البس على العموم في المجتمع. أنا وظيفتي الشيء اللي عرفته دي وظيفتي. بالإضافة حتى الاختيار أنا اختيار أنا ما قد أختاره، يا ربنا يرسل يجي نكلمه، يا أنا نمشي نكلمه. في الاختيار ذاته أنا عملت، قلت في جامع قصة بسيطة كده، في جامع صغير جنبنا
قلت الليلة ربنا كم يختار هنا. لا أنا قلت أنا اللي نمشي نختار في الجامعة، يعني من انطلاق نفسي أنا مشيت صلاة الظهر ما لقيته، صلاة العصر ما لقيته، ما خلاص انتهى. أنا ما قلت أنا اللي اختار، ظهر ما لقيته، عصر ما لقيته، مغرب اتحركت ماشي البيت ما نزلنا، ربنا محل الهل يختاروا. خلاص هجموني الشياطين، أنا ما مارق من السوق. أنا قلت أنا مشي أتحسن، شلت المويه في الابريق، قلت نتحسن وبعدين نتحرك. ربنا لا تشوف جعل لي امتحان كيف، قال لي لا انت تمشي المجمع الصغير ده تعمل تحسينك هناك. وقت اللي مشيت المجمع اختار صاحب المجمع ذاته، رجل بيدرس القرآن، يختار اللي هو ذاته. ومن مشيت كأنه ذول رحبني بعرفني أنا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله رحبني. وقاعد بدأت نعمل تحسينات، وهو رجل مسلي بالناس في الجامعة بدرس، قال لي قال أنا أنت كده العلمك ده ذاته قال اديني له تحسينك ده نعمل. أنا قلت له العلم جاك في محلك، قلت له العلم جاك في محلك، وريته إمام جامع وريته. أنا قلت له صحيح أنا ما رجل شيخ ولا ديني، أنا خريج جامعة عادية، لكن الشغل اللي أنا هسي ماشي ده جاي من الله سبحانه، المعجزة ربنا ودعها السنة، يعني من شهر 12 ولحد شهر 4 شهر 12 2024 لحد شهر 4 2025، ولا زال أنا مستمر، ده جاي من ربنا سبحانه وتعالى. وأقبل على الله وريته هو قبل، يعني أنا مجرد ما أستاذ شيماء نوريه زول حاجة ما أذن زول رفض، يعني قبول ذاته قبول يعني عجيبة. على العموم قصص كثيرة أستاذة، وعلى العموم أنا زي ما ذكرت أنا وظيفتي اللي ربنا أوكلني ده تبليغ، يعني بقرآني بالسيارة أي في السوق في المدرسة محل ما خاي نمشي نبلغ على أنا شغال كده. وصحيح بعيد من بعيد من ما في قناة وكده. على العموم هسي ماشي وربنا وفق، ده الحاصل ومواصل زي ما زمان كان بوش. لكن بالنسبة للأستاذ محمد حجازي في فيديوهاته بتاع سورة البقرة والاستغفار ومواصل. لكن الآن أنا يعني بداية بدأت زي ما ذكرت شهر 4 شلت الاستغفار 40 50 60 65 ألف في اليوم، وأربع مرات سورة البقرة لمدة شهرين. بعد رجعت السودان اتلخمت شوية، رجعت الاستغفار 30 ألف، وسورة البقرة واحد زي ما تقول الأستاذ سجازي بقول بتخصص تعمل دكتوراه في الاستغفار أو دكتوراه في سورة البقرة. الآن الشيء اللي ابتدى الآن رجعت استغفار 30 و30 35، وبعد ذاك بقري سورة البقرة، وبعد ذاك باقي أشياء يعني قراءة القرآن وأذكار الباقي. ديل القصة يا أستاذة، وإن شاء الله دي رقمك نواصل معك، وكان في أي حاجة نخبركم كل ما في جديد إن شاء الله. شكرا لكم، وربنا يسهل وربنا يوفق. هذا هو حالنا كمسلمين، أن احنا أخطأنا وربنا بدأ بالعقوبة، والعالم الإسلامي يرجع لله وللرسول حتى نمرق من هذه المأزق، والله على ما أقول شهيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. إخوتي الكرام، لا تتركوا الاستغفار ولا سورة البقرة، وإلا ستنتكسوا، يعني وكأنه الماء والأكسجين، نعم هواء وماء، بدونهم ستضيع، ستكون في غيبوبة هذه الدنيا. بدون سورة البقرة والاستغفار تخبط بلا نهاية وضياع وشتات. والمشكلة إنه عندما تترك الاستغفار لن تشعر إنك تركت الاستغفار. أنا لم أشعر بالاستغفار إني تركته تقريبا 7 سنوات، من 2015 إلى 2022 وهكذا. يعني تبخر مني الاستغفار بال2015 بعد 6 أشهر من لزومي، وقضى الله عني دين أكثر من 80,000 دولار وتغيرت حالي، لكني نسيت بانتكاسة لما نسبت فضل الأعمال هذه كلها لنفسي. دير بالك من الشرك الخفي، انتبه أن لا يتبخر منك الاستغفار وأنت لا تدري.
المشكلة مش إني أنا تركت الاستغفار وأنا أتهاون، لا، تأخذك المشاغل، تأخذك الأعمال، تبدأ من هنا وهناك، الشيطان يزين لك، يشغلك، تشغلك الحياة. جاهد والذين جاهدوا فينا، يعني دير بالك نفسك، الاستغفار وسورة البقرة، إياك والله، وستجد نفسك تعيش في حياة طيبة كريمة. نعم، عندما يعني يتعلم المتعلم حتى يحصل على الشهادة التي سيتأهل من خلالها لوظيفة طيبة، هو سيكابد الليل والنهار ويعمل ويجتهد حتى يأخذ هذه الشهادة ويتوظف، وهكذا أنت كذلك ستعرف الله من خلال الاستغفار سورة البقرة. ولا نترك من الدين شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.